أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ورسالة جديدة. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة. توحشتكم برشا ورجعت لكم بوصفة زمنية سهلة تعمل 66 كيف بسكوت البرقدين بالمنفعة متاع البرقدين للكبار وللصغار. لهنا باش نستحقوا المكونات ياسر بسيطة باش نخرجوا منها بسكوت بنين 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 باللي نقولكم بنين شوي. دونك هيا امشيوا معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات عنا كيلو فرينة، 2 باكوات خميرة مرطبات، 1 سكر فاني بنكهة الزهر، 4 بيضات، كي بدت البيضات صغيرين ناخذوا 5. عنا كيس ونص سكر. عنا لهنا كيس برقدان، انا لهنا استعملت معجون البرقدان، حليته في شويه ماء خاطر كونسونطري، وبالحق بنن الوصفه خير من العصير وخير زاده من البرقدان. كان اللي عنده المعجون ننصحه يستعملوا يجربوا في الوصفه دي، مش تعجبوا على الاخر. اللي ما عندوش البرقدان، مع استغفر الله يا ربي سامحوني، معجون البرقدان، ياخو كعبتين برقدان نحيلهم القلوب ويرحاهم ويستعملهم. باش ناخذوا زاده كاس زيت، وباش ناخذوا قشور البرقدان، وباش ناخذوا نصف فنجان عطرشيه. بالحق العطرشيه تعمل زاده برشا فارق في الوصفه، ننصحكم زاده تحطوها تجربوها معناها مع الوصفه. وبالنسبة للمكون السري متاعي اللي هو كعبة الياغورت. كعبة الياغورت تعطي هشاشة وبنة وتراوى البسكوي، ما نحكي لكم شو تزيد فيه شطر. دونك هذا المكون السري متاعي. باش نبداو في الطريقة. أول حاجة باش نعملها باش نصب العطرشية على القشور البرقدان باش تشوفوا تشموا ريحة ياسر بنينة. من بعد باش نحط كعبة العظم متاعي، وباش نزيدهم باكو السكر فاني وكمية السكر متاعي، وباش نخلطهم بالقدا. بالنسبة لهني كمية السكر انا ما حطيتش معناها كيس ونص، نقصت شوي خاطر عندي المعجون حلو. وانتم اذا معناها استعملتوا برقدان خلوا كيف ما خلوها كيف ما هي معناها مع كيس ونص. لهنا حركت شوي حتى ذاب السكر. من بعد زدت القشور وشوية متاع العطرشية اللي حطيته مع بعضهم، وزدت كمية معجون البرقدان متاعي وخلط بالقدا. من بعد كما شفتوا زدت كعبة الياغورت. بالنسبة للزيت بقيت زدته على 2 مراحل. صبيت كمية في المرحلة الأولى وخلط بالباهي، ومن بعد كملت كمية الأخرى. لهنا الفارينة لازم تكون مغربلة. حطيت لهنا 2 باكوات الخميرة وباش نحط عليها كمية متاع فارينة ونغربل بشوي. هكاكا نضمن نجاح الوصفة، لازم نغربلو الفارينة. دونك لهنا باش نغربل وبعد باش نخلط الخليط متاعي. بالنسبة للفارينة لهنا أنا استعملت كمية كاملة متاع الفارينة. لهنا خليت منها شوي. من بعد ما حركت جاتني العجينة ناقصة شوي، دونك كملت الفارينة الكل. نجم انتي ما تستحقش ما تكملش معناها ما تاخدش ما تكملهاش شوية الفارينة ذوكم. دونك انتي ديما خليهم للاخر وشوف كان العجينة متاعك تستحق زيدهم، ما تستحقش ما تزيدش. توريك التكستور متاع العجينه في الاخر. على الاساس هذاك انتي تزيد الفارينه، خاطر اكيد يعني بكل تاكيد اللي الفارينه كل نوع معناها فما نوع يشرب فما نوع ما يشربش. دونك احنا ناخذوا احتياطنا ونزيدوا الفارينه بشوي ونشوفوا العجينه متاعنا كان وصلنا للقوام اللي حاجتنا بيه، ما نزيدوش سينون نبقى نزيدوا نكمل الكميه الكل. لهنا انا كما قلت لكم استحقيت الكميه الكل. فوالا باش نوريكم التكستير اللي وصلت له. ماذا بينا كي نبدو نلموا العجينه ما نعجنوش، نلموها بطرف صوابعنا حتى نحصلوا على عجينه طريه. لهنا من بعد ما لميت العجينه متاعي حطيتها في بولة نظيفه وغطيتها بابي هكا يبدا بابي سولوفون.
والا ساشي اليمونتير غطيتها بيه، وحطيت بحذايا شويه زيت، وباش نبدا نشكل في كعيبات البشكوتو متاعي. لهنا طريقه التشكيل متاع البشكوتو سهله برشا، طريقه بسيطه. باش ناخو كميه معناها متاع عجينه، باش نحلها هكا ونقسمها في زوز، باش ناخد بارتي الاولى ونبقى نحل فيها، وماذا بينا لا نحلوها لا جويده برشا ولا خشينه برشا، تكون متوسطه باش تجينا هكاك الكعبه مزيانه ومرتوبه كيما قاعدين تشوفوا. فوالا نبدا نحل فيها بشوي لهنا باش نبدا نقص. بالنسبه للقصان باش ناخو اول كعيبه اول بريوشه معناها، وباش نبدا كي نقيس بها الكعيبات الاخرين لازم يجيو نفس القياس هكاك يجيو مرتوبين كي يشرهوا عسيلو. هنا كيما تشوف قاعدة نقيس فيهم باش يجيوني هكا قد ومن بعد باش ناخو لهنا طبق متاع الفور سبق وحطيت عليه بابي كويسون كيكا باش ميلصقوليش. وبالنسبة للترصيف لازم يكون هكا قراب من بعضهم خاطر البشكوت هذا ينفج ويلصق ويجي لاصق في بعضه. دونك كيما قاعدين تشوفوا باش نكمل الكمية متاعي الكل وباش نحطه في الفور اللي سبق وحطيته يسخن على درجة 180 باش نرجع لكم. لهنا كملت الكعيبات متاعي الكل، كملت الكمية متاعي. الطبق الاول باش نحطه في الكوشة، قبل ما نحطه خديت كعب عظم شوية معجون برقدين مغرفة ومعاها شوية نسكافيه هكا صيف مغرفة صغيرة وحركتهم بالقدا، وتو باش ندهن بيهم الكعيبات متاعي من فوق، ومن بعد باش نعمل لهم رشة جلجلين هكا تعمل 66 كيف. اللي محبش الجلجلين نجم يستغنى عليه ما يعملهوش معناها مش باللزمة، اما هو الحق يجي شر هكا والمنظر محلاه. كيما قاعدين تشوفوا باش نرش كعبات الجلجلين وباش نحطو التو في الفور على درجة كيما قلت لكم 180 مدة نصيف ساعة، ومن بعد نحل عليه من فوق خليه حمار وياخدك اللون المزيان. لو طون اللي هي الطبق متاعي حضر، انا باش نكمل الكمية متاعي في الطبق الثاني وتبعوني نكملوها مع بعضنا. لهنا الطبق متاعي حضر كيما قاعدين تشوفوا تبارك الله، معناها الكمية باهية. لهنا تعدت هكيكا 7 دراج 8 دراج وخرج البشكوت متاعي. شوفوا المنظر وكل اللون يعمل 66 كيف، والريحة بالحق الريحة متاع البرقدين فاحت في الدار ما شاء الله معناها. ولا ننصحكم تجربوا حاجة هايلة على الاخر. لهنا خليته برد شوي وتوا باش نقصه معناها كيما قلت لكم هو ينفج ويلصق في بعضه، دونك نحاولوا نقصوه هكا ما بين في الحفيفة متاعو متاع كل كعبة معناها بالسكينة كيما قاعدين تشوفوا. لهنا الوصفة متاعي اليوم كملت، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش باش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا جيم للفيديو وتبارطاجيوه مع اصحابكم، ونتقابلوا في وصفة جديدة ان شاء الله.